تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. الله يا بابا هذه دورة ولا غابة واهدي الحال الماء والماء والشطابة واهدي الحال الماء والماء والشطابة. بركة مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تطورات جديدة ومثيرة في الملف أو في الشكاية اللي كان دارها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد الصحفي حميد المهداوي. الشكاية اللي كان دارها شحال هادي واللي بسببها تمت متابعة المهداوي بالقانون الجنائي بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف والسب العلني. فآخر التطورات ديال الجلسة الثالثة اللي كانت بالأمس في المحكمة الابتدائية والرباط، طالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي من خلال الدفاع ديالو في ملتمس وجهه لهيئة المحكمة اللي كتبت في هذه المتابعة ديال الصحفي حميد المهداوي مدير نشر موقع بديل، طالب بتعويض مالي قدره 10 مليون ديال الدرهم أي مليار سنتيم، وطالب أيضا بحبس الصحفي بأقصى العقوبات، وذلك خلال جلسة المحاكمة ديال البارح. كما طالب الدفاع ديال وزير العدل بإجراء افتحاص على مداخيل قناة الصحفي المهداوي على منصة يوتيوب ومعادلتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات اللي تناولت الطرف المشتكي موضوع الدعوة، وإصدار أمر قضائي بتحويل هذه الأرباح من الفيديوهات ديال وهبي إلى جمعيات ومؤسسات خيرية. ما كاينش المشتكي ما سجلش الحضور ديالو كما في الجلسات السابقه، ودابا المحامون كيترافعوا في الدفعات الشكليه وهادشي اللي كاين، وتم طردي من طرف السيد الرئيس. من جهته طالب ممثل النيابة العامة بالإدانة ديال الصحفي حميد المهداوي وفق مقتضيات فصول المتابعة. ممثل النيابة العامة التمس من هيئة الحكم المكلفة بالملف بالحبس النافذ ضد الصحفي حميد المهداوي، وقال نظرا لسوابقه، على الرغم من أن كانت هناك مطالب حقوقية وصحفية بإلغاء المتابعة بفصول القانون الجنائي ومتابعته بدل ذلك بمقتضيات قانون الصحافة والنشر باعتباره صحفيا حاملا للبطاقة المهنية، واعتبرت على أن الأمر تقييد لحرية التعبير والرأي وإجهاز واضح على القانون المنظم لمهنة الصحافة والنشر. وهكذا قررت المحكمة في نهاية المرافعات ديال الجلسة الثالثة اللي كانت البارح بحجز الملف للمداولة للنطق بالحكم في جلسة ديال 11 نوفمبر 2024. الجلسة ديال اليوم شهدت توتر بين هيئة الحكم والصحفي المهداوي بسبب الردود ديالو على النيابة العامة وعلى الأجوبة، وقرر رئيس الجلسة طرد المهداوي من قاعة الجلسة بعد أن طالب الصحفي بحضور الشخصي لصاحب الشكاية من أجل مواجهته أمام المحكمة. المهداوي طلب من القاضي على أن وزير العدل الوهبي يجي براسو المحكمة باش يتواجه معاه على ديك الاتهامات اللي متهموا بها. هذا الشيء وقع واحد تشنج بينه وبين رئيس الجلسة رئيس الهيئة، الشيء اللي أدى بالقاضي بأمر بطرد المهداوي من القاعة. وسبب الطرد من الجلسه هو انني عدم حضور السيد الوزير ديال العدل هو السبب. يعني السبب ديال الوزير قلت له ودي علاش الوزير ما يحضرش؟ علاش؟ لانه كما قال الدفاع في جميع القضايا ملي كيتقدم المشتكي بالشكايه ديالو النيابه العامه كتستدعي المشتكي باش ياكد شكايته، ملي ما كياكد شكايته كيتم الحفظ ديال الشكايه الا مع الوزير. يعني واخا ما كياكد شكايته واخا ما كيجيش كتستمر الجلسه، وهذا فيه اهانه بالنسبه لا للمحكمه ولا يعني حتى في لحظه البحث التمهيدي ولا دابا. ما كنحسش بانه كاين مع كامل الاسف ماشي على الهيئه، ولكن هذا السيد هذا يعني بالنسبه لي انا شخصيا كنشوف بانه يعني ما كيعطيش المحكمه الحق. وكيف قلنا قبيله فالمهداوي يتابع على خلفيه الشكايه اللي قدمها وزير العدل بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبه من اجل التشهير بالاشخاص والقذف والسب العلني حسب الفصول 443 444 و 447 من مجموعه القانون الجنائي. وهو صحفي بلاص ما يتابع ولا يتحاكم بقانون الصحافة، لأن هاد التهم ديال التشهير والقذف والسب راه كاينين في قانون الصحافة. الغريب والعجيب على أن النيابة العامة كيفات
المتابعة بالقانون الجنائي. وهادشي اللي كنتاقدو حميد المهداوي في فيديوهات سابقة ليه على القناة ديالو. الصحفي المتابع في هذه القضية اللي هو حميد المهداوي نشر الأمس النهار اللي كانت فيه الجلسة، نشر واحد التدوينة على حسابه الشخصي في الفيسبوك قال فيها: دفاع وهبي كيعترف بصحة جميع الوقائع اللي أدليت بها وبدون استثناء، ومع ذلك كيطالب الوزير بمليار وبالحبس النافذ. اشهد يا تاريخ، هذا أكبر دليل على الاستهداف. المحاكمة مستمرة والدفاع يقدم الآن مرافعة تاريخية ودوخة وسط الحاضرين لهول ما سمعوا. كيهضر على قضية المليار اللي طالب بها وهبي في هذه القضية، طالب مليار، والفيديوهات اللي ذكر فيهم القضايا داكشي اللي كان كيقول لك اتهموا فيهم، فالأرباح ديالهم يحسبوهم ويعطيوهم الجمعيات، إضافة إلى أقصى العقوبات باش يحبسوه. جدير بالذكر على أن هذه القضية اللي كتجمع الوزير العدل الوهبي والصحفي المهداوي بدأت عندما استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الصحفي المهداوي في 17 فبراير الماضي باش يحققوا معاه واحد المدة اللي تجاوزت 9 ساعات. الاستدعاء جاء على خلفية شكاية قدمها الوزير الوهبي اللي كتتعلق بمحتوى نشره المهداوي على قناته في اليوتيوب وموقعه الإلكتروني بديل. بعد ما حقوا معاه دازت المدة تقريبا 6 أشهر، عاد جاتو واحد الشكاية كان نشرها في واحد الفيديو على أنه كان عطلة ورجع، كان كونجي ورجع، لقى شكاية في الدار كتسناه اللي هي إحالته عند وكيل الملك. مشى عند وكيل الملك ومن بعد أحاله على المحكمة اللي كانت أول الجلسات ديالها في 9 سبتمبر اللي فات. وهذه ماشي هي المرة الأولى اللي كيلجأ فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى القضاء ضد الصحفيين أو ناشطين أو فيسبوكيين، فقد سبق له رفع شكاية مشابهة ضد محمد رضا الطوجني متهما إياه بالتشهير والاستغلال ملف سكوبار الصحراء للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات. ومن بعد كانوا حكموا على رضا الطوجني بعامين وفي الاستئناف زادوا عامين 4 سنوات، ولكنه كان خرج في العفو الملكي اللي كان في عيد العرش الماضي فاش كان عفى الملك على الصحفيين والمدونين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. كما كان تابع أيضا وهبي تقدم بشكاية أيضا ضد هشام العمراني ومحمد تيجيني اللي كيشتغلوا في موقع أشكين، وأيضا عبد الحق بن الشقر على الموقع اليوم 24. فالجلسة ديال اليوم كانت حاضرة أيضا النائبة البرلمانية المعروفة نبيلة منيب اللي حضرت بعض من مجريات جلسة المحاكمة، وقالت في تصريح صحفي أن المحاكمة لاغية لكون المتابعة يجب أن تكون وفق قانون الصحافة والنشر وليس قانون الجنائي. الشكايه خصها تكون في اطار القانون ديال الصحافه والنشر، لانها متعلقه بصحفي، ماشي بواحد السيد سميتو المهداوي ولا سميتو بوعزه، هذا واحد السيد اللي هو صحفي. اذا المحاكمه ديالو خصها تكون في اطار قانون الصحافه والنشر. بعدا الا كنتي قدمتي شكايه ودازت على 6 شهور ما بقاتش، اذا هذه المحاكمه كلها اليوم لاغيه، دازت 8 شهور ولا 9 شهور على هذاك الشكايه اللي نزلت، وفيها يعني شكليا فيها بعض الاختلالات. اما من يحاول انه ينقل هذه الشكايه اليوم وهذه المحاكمه في اطار القانون الجنائي فهذا تعدي وتاسف ولا صله له ب. المهم كانت هذه ابرز تطورات الجلسه ديال اليوم. الله يصوبوا صافي هادشي نقدروا نقولوا. مادام كاين قانون الصحافه فكان على النيابه العامه تتابع المهداوي بقانون الصحافه وماشي القانون الجنائي. متنساش تشترك في القناه ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.